ازيكم يا جماعة، وفيديو جديد من ويزمو وفاينل دوري أبطال آسيا. أوراوا الياباني بيفوز على نادي الهلال السعودي. فوز 1-0. بصراحة فوز لا يستحق تماما في فاينل، يعني كان بصراحة ماتش باهت جدا في الإياب. الشوط الأول كان تحفة جدا من فريق الهلال، والشوط التاني كان شوط عادي جدا. قدر أوراوا إنه يسجل في هدف يعني كان ذاتي من أندريا كاريو. وهنتكلم في كل ده طبعا. اعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، وهارد لك لفريق الهلال وجماهيره. في البدايه كده خلينا نتكلم عن الماتش من قبل الماتش. طبعا كان الهلال متعادل مع اوراوا في الرياض 1-1 بهدف لسالم الدوسري في نفس الماتش اللي اتطرد فيه سالم الدوسري. الماتش ده كان فيه غيابات كتير جدا، ويمكن هي دي السبب من اسباب خساره الهلال الماتش. وطبعا كنا بنتكلم عن سالم الدوسري، بنتكلم عن موسى ماريجا، بنتكلم عن لعيب من اهم اللعيبه في نص الملعب وهو سلمان الفرج. فالنهارده بنتكلم في غيابات مؤثره جدا للهلال. بنتكلم برضو في نفس الوقت يا جماعه لنوعيه اللعيبه اللي موجوده على الدكه. يعني انا ما اعتقدش ان كان في لعيب انا اعرفه او لعيب من المشهورين او من اللعيبه الكويسه غير صالح الشهري. غير كده ما فيش على دكه البدلاء. فده طبعا حاجه من الحاجات اللي اثرت جدا على فريق الهلال على مستوى المباراه. خلينا نتكلم عن الماتش في الشوط الاول. واول 10 دقائق كان الهلال بيحاول ان هو يمسك كوره ويجمع لعب عشان يلعب لقدام، يعني يفضي مساحات قدام لايجالو وللراجل ميشايل، وكان ناجح في ده جدا. على العكس كان بيقابله في اول 10 دقائق فريق اوراوا بان هو بيضغط عليه ضغط عالي، فكان بيفوت وراه مساحات. بعد اول 10 دقائق الموضوع ده اتقفل تماما. فريق اوراوا قفل كل المساحات زي ما عمل في الماتش الاولاني في الرياض. هو طبعا هم اقوى دفاع في البطوله، فكانوا قافلين جدا المساحات وكانوا عارفين جدا ان هم يتحكموا في دفاعهم كويس قوي. قدروا ان هم يقفلوا مساحات على فريق الهلال في العشر دقايق التانيين من الماتش، او بعد كده على طول الشوط الاول يعني. قفلوا العمق كويس جدا. على الناحيه التانيه الهلال طبعا كان بيلعب كور وكان متقدم جدا جدا وكان ماسك كوره جدا جدا في الشوط الاول. ولكن طبعا ما قدرش ان هو يستفاد بيها. كان في فرص لميشايل، كان في فرصه لايجالو، ولكن ما قدروش ان هم يروحوا بيها. وزي ما بقول لكم السيطره كانت واضحه جدا جدا للهلال، لدرجه ان احنا شفنا اول كوره هجوميه او اول مره نشوف فيها المعيوف على مستوى المباراه كان في الدقيقه 23. وده يوريك قد ايه ان فريق اوراوا كان مستغني جدا عن الهجوم في صالح ان هو يكون موجود دفاعيا ومقفل كويس قوي. لكن بعد اول 30 او 35 دقيقه بدانا ان احنا نشوف تقدم شويه برضو لفريق اوراوا، بس ده كان بيقابله بشراسه كبيره جدا فريق الهلال، على عكس اللي حصل في الشوط الثاني وهنتكلم. شفنا كمان كوره لكوروكي، الكوره اللي ساكاي عملها له عرضيه والراجل حطها في العارضه. ده كان ممكن يبقى هدف بصراحه، يعني كان هيبقى قمه الظلم في الشوط الاول بعد كل المحاولات اللي عملها الهلال ان هم يسجلوا هدف. ولكن بعد كل الكلام اللي انا بقوله ده انتهى الشوط الاول بتعادل سلبي. شوط كان عمل فيه الهلال كل حاجه في الكوره، سيطر على كل حاجه، ولكن اهم حاجه ما عملهاش وهو طبعا التسجيل. شوط اول بصراحه انا كنت شايف ان نجمه الاول والاوحد، ولو كانوا كسبوا البطوله دي كان هيبقى نجم البطوله بالنسبه لي هو كاريو. الراجل اللي كان موجود في نص الملعب بيعمل كل حاجه حرفيا، بيشارك في كل حاجه. بيشارك على المستوى الهجومي، بيشارك على المستوى الدفاعي، كمان بيبقى موجود في الدايره. شفنا كمان عبد الله عطيف، الراجل اللي كان بيلعب بين قلبين الدفاع علي البليهي ويانج. الراجل بصراحه كان مقدم الدور ده على اكمل وجه. على الناحيه الثانيه كان سعود والراجل اللي بريك كانوا بيطلعوا يبقوا موجودين على الطرفين كويس جدا. فالشوط الاول كان هايل جدا من الهلال، وده اللي اتعكس الشوط الثاني. انا ما شفتش الهلال في الشوط الثاني، وخلينا نتكلم عن الشوط الثاني. اللي حصل في الشوط الثاني غريب وما فهمتوش. الهلال نزل الشوط الثاني بنفس الطريقه بتاعت الشوط الاول برضو، الفكره ان هو يمسك كوره ومش عارفه ايه. ولكن الفكره هنا او المشكله اللي حصلت في الشوط الثاني او اللي خلى الهلال يتراجع والنفسيه بتاعت اللعيبه تسقط قوي، هو طبعا الهدف اللي جابه اوراوا اللي كان عن طريق الراجل كاريو. كرة عرضية ملهاش أي لازمة، اتلعبت رأسية ملهاش أي لازمة. كان المفروض هنا المعيوف يطلع. أنا بحمل الهدف ده بصراحة كله للمعيوف، لأنه كان المفروض هنا الراجل يطلع يمسك الكرة بسرعة جدا، لأن يعني الكرة مش مستاهلة. الراجل اللي هو كوروكي كان جاي عليه، يعني مش معتقدش إن هو كان يعني هيعمل عليه خطورة. كمان كاريو كان جاي معاه. فانت اطلع انت في العرضيه، الكره بتاعتك. يعني الهدف الصراحه هيتحمله المعيوف بنسبه كبيره جدا. ولكن طبعا في النهايه هو سجل. بعد الهدف ده اكتر حاجه ما عجبتنيش ردة الفعل بتاع فريق الهلال كانت ضعيفه جدا. ما قدروش ان هم يخشوا في منطقه الجزاء كتير، يعملوا فرص كتير، يشوطوا كتير. بالعكس اوراوا لما كان بيمسك الكرة ويروح على جون الهلال كان بيعمل عليهم فرص خطيره جدا، وكانوا يقدروا يسجلوا هدف تاني. كمان الرياح المضاده اللي حصلت لفريق الهلال في الشوط الثاني، اللي هو اللعب كده والرياح كده، دي اعتقد ان هي برضو من الحاجات اللي اثرت على مستوى الهلال، خصوصا ان هو كان بيعتمد في وقت كتير من الماتش على الكور الطويله.
فده اثر عليه جدا. غير كده انا شايف برضو ان التبديلات بصراحه اتاخرت جدا. يعني هو الراجل نزل صالح الشهري وخرج الحمدان. انا كنت شايف صراحه ان الحمدان يخرج ما بين الشوطين، لان هو كان من اقل اللعيبه جدا في الشوط الاول، واي حد كان يلاحظ كده، ما حدش كان فاهم اصلا هو بيلعب وينجر ولا بيلعب بلاي ميكر ولا بيلعب مهاجم. صالح الشهري لما نزل عمل تغيير يعني، ولكن كان الاداء كله اتاثر على مستوى الشوط الثاني. فصالح الشهري ما قدرش ان هو يلاقي نفسه بين اللعيبه. لو كان الراجل ده موجود في الشوط الاول اعتقد كان هيقدم خطوره اكتر من كده. كمان الراجل كان نزل ناصر الدوسري وخرج عبد الله عطيف، وده انا شايف ان هو كان تبديل ذكي شويه، ان هو عايز يحرك نص الملعب اكتر ويخلي في مرونه وسرعه اكتر في التدرج بالكره من نص الملعب. ولكن في النهايه انا بصراحه برفع قبعه للراجل البولندي المدرب بتاع اوراوا، لان هو بامكانياته المحدوده جدا قدر ان هو يعمل جيم كويس على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي قدر ان هو يعمل جيم كويس. فشابولي بصراحه فرقه على قدها خالص اوراوا، معاها مجموعه لعيبه على قدها برضو بصراحه، ولكن قدر ان هو يعمل بيهم شكل كويس. وانا عايز الخص بس اسباب خساره الهلال، لان الموضوع يعني ما يتعلقش قوي باللي حصل النهارده في الفاينل. يعني اسباب الخساره بالنسبه لي هي ثلاث حاجات، وهو الغيابات زي ما قلت لكم: غياب موسى ماريجا، غياب سلمان الفرج، وغياب سالم الدوسري. كانت من الحاجات المهمه جدا، او من الحاجات اللي كانت سبب في خساره الهلال النهارده. النتيجه في الرياض كمان ما كانتش في صالح الهلال خالص. انت رايح اليابان وانت متعادل 1-1 في ملعبك. دي اعتقد بتبقى مشكله شويه عند اللعيبه، بتبقى مشكله شويه عند الجهاز الفني. على الناحيه التانيه بتبقى اريحيه اكتر للفريق اللي انت رايح تلعبه، انت كانه 0-0 يعني الموضوع. فالموضوع لو جاب جون الموضوع هيبقى احسن بالنسبه له. وانت عملت تجربه في الرياض ان انت شفت في الماتش الاولاني شفت الدفاع الحديدي اللي عنده اوراوا. فكان لازم الراجل رامون دياز يشتغل على ان هو يخترق الدفاع ده. هو طبعا ما قدرش يعمل ده، ولكن هو كان لازم يشتغل على ده اللي ما حصلش يعني. فدي برضو من اسباب الخساره. اسباب الخساره اللي يتحملها المدير الفني، انا بشوف ان الخساره بصراحه ما يتحملهاش المدير الفني لوحده، يتحملها المدير الفني ويتحملها كمان عبد الله المعيوف، لان هو كان في لقطه سهله جدا يقدر ان هو يمسك الكوره. ولكن خلاص اعتقد ان الموضوع انتهى يعني فاينل وعدى كده بالنسبه للهلال، واللي جاي طبعا هيكون احسن ان شاء الله. وهارد لك جماهير الهلال، اللي جاي احسن. شوفكم الفيديوهات الجايه، اعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. سلام.